السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس تعلم فيجوال بيسك لمرحلة الرابع الإعدادي. بالدرس السابق عرفنا كيف نفتح البرنامج وتعرفنا على بعض بيئة البرنامج. إن شاء الله اليوم ندخل في مرحلة كتابة البرنامج، ويتم توضيح هذا الموضوع من خلال شرح مثال موجود في صفحة 108 و 109، وهو أول مشروع أنفذه في الفيجوال بيسك. مثل ما ذكرنا بالدرس السابق، أول ما يظهر لك بالفيجوال بيسك هذا الدايلوج بوكس، اختار اوبن، يفتح لي الفورم التالي. المشروع المطلوب انه اصمم فورم بكوماندات اثنين. اضغط على كوماند يقول يظهر لي عبارة السلام عليكم، وكوماند ثاني يظهر عبارة عليكم السلام. اللي احتاجه ليبل نضعه هنا. ارجو ان تتبعوا وياي بالكتاب، صفحة 108 وصفحة 109. احتاج ايضا مربع نص، هذا مربع نص. احتاج ايضا كوماند اول، احتاج ايضا كوماند ثاني. الليبل هو بالحقيقة استخدمه للتوضيح فقط. سوف نكتب عبارة اهلا وسهلا. نذهب الى الكابشن. الان انا اقف على الليبل، اذا الصفات الموجودة الان هي تابعة الى الليبل، ومثل ما موضح هنا. اذهب الى كابشن، اغير هاي العبارة، اكتب اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تظهر العبارة، هي عبارة بالحقيقة للتوضيح فقط. طبعا أغير أوسط العبارة، وممكن أغير حجم النص إلى آخره. صندوق النص، الآن أذهب أقف على صندوق النص. إذا الصفات الموجودة هنا هي تابعة إلى صندوق النص. صندوق النص ما عندي أي تحكم به غير هاي العبارة أرفعها. أريد أنه صندوق النص يبقى خالي. أثناء التنفيذ ما تظهر لي هاي العبارة، لاحظوا وياي يظهر فارغ. إذن أقف على صندوق النص، أذهب إلى تكست، أخلي الحقل فارغ، أضغط ديليت الحقل فارغ. كوماند واحد، كوماند واحد وكوماند اثنين مثل ما موضح عندك بالمشروع. كوماند واحد المطلوب أنه أغير الكابشن للكوماند واحد. أغير الكابشن اللي هو النص، هذا كوماند واحد، هذا كوماند واحد كابشن. النص اللي يظهر فوق كوماند واحد يكون السلام عليكم. كوماند اثنين عليكم السلام، أيضا أغير الكابشن. يعني أرجو أنه تنتبه، تغير الكابشن وليس النيم. النيم دائما أنصح أنه يبقى نفس النيم وما يتغير. عليكم السلام. اللي هنا تم الانتهاء من تصميم واجهة المشروع. تم الانتهاء من تصميم واجهة المشروع. المطلوب عند الضغط على زر السلام عليكم يظهر لي في مربع النص عليكم السلام. اللي هنا تم الانتهاء من تصميم واجهة المشروع، لكن بقت الشفرة اللي تسير المشروع واللي تنتج انه مشروع ناتج بشكل صحيح. نضغط دبل كليك على الكوماند الاول. المطلوب انه الكوماند الاول يكتب في مربع النص عبارة السلام عليكم. كيف يتم ذلك برمجيا؟ يتم ذلك برمجيا، نكتب تكست واحد دوت تكست يساوي دبل كوتيشن عليكم السلام هاي الشفرة الخاصة بزر كوماند واحد اللي يظهر لي السلام عليكم. نشرح هاي الشفرة. شنو معنات هاي الشفرة؟ معناتها عند الضغط كليك حدث، عند الضغط على كوماند واحد، هذا كوماند واحد، هذا كوماند واحد اللي كبشنا السلام عليكم. عند الضغط على كوماند واحد نفذ لي الشفرة التالية. هسه الآن نشرح هاي الشفرة.
هاي الشفرة شنو معناتها؟ معناتها التكست واحد اللي هو هذا صندوق النص، تكست واحد اللي هو صندوق النص، اجعل لي القيمة والمحتوى مالته السلام عليكم. أي نص تريده يظهر كما هو سواء كان صح أو خطأ يجب أن نضعه بين دبل كوتيشن. هاي العلامة تسمى دبل كوتيشن، هاي العلامة تسمى دبل كوتيشن. كيف أحصل على الدبل كوتيشن؟ من خلال الضغط على شفت وحرف طاء. إذا عند الضغط على كوماند واحد اذهب إلى صندوق النص واحد واجعل المحتوى مالته السلام عليكم. هاي بالنسبة إلى الكوماند الأول. الكوماند الثاني المطلوب عند الضغط كليك، عند الضغط على الكوماند الثاني يظهر لي أيضا عليكم السلام، وأيضا في مربع النص. الآن أنا أقف على الكوماند 2، الحدث مالته كليك يعني عندما أضغط مرة واحدة. الكابشن مالته عليكم السلام، هي كتابة للتوضيح فقط. المطلوب هو تكست واحد دوت تكست يساوي دبل كوتيشن شيفت طاء عليكم السلام، أيضا شيفت وطاء. لهنا انتهت الشفرة. عند الضغط على الكوماند 2 اذهب إلى التكست الأول واكتب لي عليكم السلام. طبعا سوف يمسح عبارة السلام عليكم ويكتب عليكم السلام. الآن ننفذ المشروع. تنفيذ المشروع، نضغط على الزر الأول السلام عليكم، ظهرت العبارة بهالشكل، والزر الثاني عليكم السلام وظهرت العبارة بهالشكل. إلى هنا ينتهي الدرس الثاني. إن شاء الله موعدنا اللقاء في الدرس الثالث. في أمان الله.